هو انا ينفع اكسر في العمود الخرسانه بالمنظر ده عشان خاطر ابيت المواسير التغذيه بتاعتي؟ نقطه خلاف كبيره جدا ما بين المهندس المعماري والمدني. المعماري بيقول لك كبر دماغك، ايه يعني لما اشيل 2 سم او 3 سم من الكفر العمود الخرساني مش هيحصل حاجه يعني. والمدني بيقول لك اوعى تيجي ناحيه العمود او الكمر فسوه واحده بس، الحاجات دي بتاعتي وما تلعبش انت فيها يا معماري بعد اذنك. وفريق بقى مع وفريق بقى ضد، ومجموعه من الناس حاولت تطلع بحلول. ناس قالت لك بلاش دق بالشاكوش او حتى بالهيلت عشان الدق نفسه بيسمع في المنشأ الخرساني كله بالكامل، وتعالى بالصاروخ واقطع على قد الفتحه بالظبط. هيحصل ايه يعني؟ مش هيحصل حاجه. كده كده السيفتي فاكتور متصممه على اكتر من كده بكتير، تقريبا 10 اضعاف الوضع الحالي. ودول مهندسين مدني عادي جدا هم اللي قالوا كده. وفريق تاني من المعماريين قال لك لا احنا نبعد اصلا عن العمود خالص وننزل المواسير بتاعتنا من على الارض او نطلعها من السقف عشان خاطر نتفادى العمود نفسه ونقطع بالمواسير تاني بعد كده. بس ثانيه واحده، لقوا ان الضغط بيقل مع كتر التنيات وتغيير مسارات الحركه بتاعه المواسير. فاقول لك برضو ايه المشكله؟ بسيطه، ما نركب موتور ميه خاص بالشقه دي يظبط الضغط في المواسير وكده يبقى حلينا المشكله، صرفنا اكتر بس